الحبايب مساء الخير. شفتوا الدكتور حسام موافي وهو بيبوس ايد رجل الاعمال محمد ابو العينين قدام الناس كلها؟ ايه ده؟ انت اهنت نفسك يا دكتور. انت بتتملق ليه كده؟ انت وقعت من نظر ناس كتير قوي. هو ده اللي الناس عايزه تسمعه، وهو ده اللي الناس بتكتبه على السوشيال ميديا من امبارح. مطلعين الدكتور حسام على المسرح وإيشي كومنتات سلبيه وشتايم وانتقادات، وايوه ظهر على حقيقته، طول عمرنا ما بنحبوش، احنا كنا عارفين ان هو كده بس كان يعني بيظهر معانا حاجات كده يعني. وامبارح كنت قاعد في قعده كنا مجموعه يعني، فحد فتح الموضوع وحد مثقف بالمناسبه يعني، فقال شفتوا الدكتور حسام عمل ايه؟ لا لا ظهر، انا طول عمري ما كنتش برتاح له، ده باس ايد رجل اعمال محمد ابو العليم. فقلت له فين ده؟ فين الفيديو؟ قال لي لا 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 انا شفت الصوره اهي، وجايب الصوره دي. فانا قلت له طب الفيديو فين؟ قال لي انا ما اعرفش، انا على الصوره. دورت على الفيديو وشفت الفيديو، وتعالوا نشوف الفيديو مع بعض اهو. الدكتور موافي الحقيقه الاخ والصديق العزيز اللي كلنا بنفتخر بيه مفخره المصري استاذ محمد ابو طيب زي ما انتم شفتوا كده، رجل اعمال محمد ابو العينين، الراجل فضل يشكر في الدكتور حسام ويقول حبيب الملايين اللي ما اعرفش ايه اللي بيحبوه بره مصر وجوه مصر. ولما قعد جنب الدكتور حسام، الدكتور حسام بشكل عفوي جدا، هو راجل طيب راجل جميل، بس ايده بشكل عفوي. وحصلت كتير، اقسم بالله شفتها كتير جدا من ناس كبيره وناس صغيره، بشكل عفوي قوي. لكن ازاي؟ هو مش الدكتور حسام بيجوز بنته؟ فلازم ننكد بقى على اهله، لازم نمسك له الكرابيج، لازم نشتمه بقى، ولازم نطلعه ان هو وحش، ولازم نطلعه ان هو متملق، ولازم نطلعه ان هو راجل اصلا كان متداري في الاحترام والاخلاق وهو مش كده، وراجل بتاع فلوس وبيحب الشهره ومش هو بيحب يتقرب من رجال الاعمال. لازم طبعا شويه حاجات حبشتكنات كده نطلعها. امال ايه؟ يعدي الفرح كده وراجل يفرح كده ببنته؟ ازاي؟ ما نبقاش احنا كده. لا 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 لا، لازم بقى نطلع عقدنا. وبعدين انا ما شفتش حد يعني فكر وتعامل مع الموقف بحسن نيه. الاغلبيه العظمى، اكتر ملايين من الناس اللي علقوا على الموضوع، كلهم تعاملوا مع الموضوع بسوء نيه. يعني فكروا دايما في الدكتور حسام ان هو وحش والى اخره. فانا قلت طيب اطلع انا يا جماعه اتعامل بحسن نيه، يبقى انا يعني الناس تتعامل بحسن نيه، لان انا دايما احب حسن نيه. وسالت نفسي، تفتكر ان الدكتور حسام محتاج ان هو مثلا يتقرب من رجل اعمال محمد ابو العينين؟ يعني مثلا عايز فلوس منه مثلا؟ الراجل مثلا بيديله حاجه كده يعني حسنه؟ طيب هل مثلا الدكتور حسام محتاج ان هو يطلع على القنوات والبرامج فالرجل الاعمال محمد ابو العين مديله يعني مساحه على قناه صدى البلد والراجل مش لاقي غيرها؟ ابدا. الاسئله كلها ابدا. الدكتور حسام 3000 قناه بتجري وراه، والله العظيم بجد. يعني اسالوني انا راجل اشتغلت في قنوات وعارف. وكان بيطلع قبل كده مع محمود سعد على قناه النهار، وبيطلع على المحور، وبيطلع على اون اي، وبيطلع على سي بي سي، بيطلع وقنوات بره مصر وبرامج وصحف وما اعرفش. راجل عنده ملايين بيحبوه، بيتفرجوا عليه ايا كان هو موجود، ايا كان هو هيولي وجهه فين، الناس بتتفرج عليه. لكن حطوا نفسكم مكان راجل، رجل اعمال وعضو مجلس يعني مجلس نواب، وراجل جاي يجامله وقال كلمتين حلوين، ويعني في فرح بنته او كاتب كتاب بنته قاعد جنبه، والراجل عبر له بشكل عفوي، عفوي جدا. ايه ده؟ احنا ليه بقينا مرضى؟ احنا ليه بقينا ماسكين الكرابيج لبعض؟ احنا ليه بقينا بنتصيد حتى مش خطأ اي تصرف؟ ايه ده؟ احنا ليه بقينا والله العظيم احنا ليه بقينا كده؟ الواحد بقى خايف، اقسم بالله خايف يعني يطلع منه اي تصرف عفوي، يعني مع اصحابه، مع مش عارف. اوقات انا مثلا انا مثلا انا مريض ببنتي، انا بعشق بنتي بشكل لا تتخيلوه، بس اوقات بتغلط، اوقات بحاسبها، بعاقبها عادي جدا، عقاب مثلا ممكن ازعق، ممكن مثلا اعاقب بحاجه. ببقى خايف لا يحصل مني ده قدام حد، فحد يروح مصور يقول لك ايه، احنا نطالب هذا الشخص ان هو نسحب منه بنته ومش عارف ايه لان هو غير امين. والله العظيم بتحصل، وانا بقول لكم انا مريض بحبها. بس في ناس مرضى بقى في التفكير. يا جماعه ارجوكم اعتدلوا، التمسوا دايما، مش عايز اقول الاعذار، ولكن تعاملوا بحسن نيه مع المواقف، تعاملوا بعفويه، مش كده. اولا اقسم بالله انا ما اعرف الدكتور حسام موافي، وعايز اقول لكم على حاجه. قبل كده لما هو اتكرم وخد الدكتوراه، مش عارف اتكرم مع اسماعيل الخشاب من جهه غير معلومه ومجهوله ومش عارف ايه، انا طلعت واتكلمت وسخرت من الدكتور حسام وقلت له عيب ان سيادتك تروح مكان مجهول وتدي تمنح دكتوراه فخريه مجهوله لفنانه. عيب، لازم تكون تتحقق.
فانا مش مع الدكتور حسام طول الوقت ومفيش مصلحه بيني وبينه، لكن اللي انا شفته ده لا لا لا، ده تجاوز. احنا بقينا في القاع قوي قوي. شكرا.